روشتة علاج الخشونة، أول حاجة لازم تقوي عضلات رجليك، دي أول حاجة وأهم حاجة. إزاي؟ روحي العبي أي رياضة، روحي سباحة، روحي جيم، روحي لدكتور علاج طبيعي، خليه يحفظك تمارين تقوية عضلات الركبتين واعمليها في البيت. تاني حاجة، في وزن زيادة قلليه على قد ما تقدر، أنا عارف إنك بتحاولي وياما حاولتي، حاولي كمان مسيرك توصلي. رقم 3، في أملاح زيادة قلليها، تمام كده. رقم 4، الدواء. يبقى لو الدواء وحده مش هتلاقي نتيجة كويسة، ولو اتحسنت يبقى مؤقت وترجعي تاني. عشان كده دايما الناس تقول الخشونة ملهاش علاج، لا، هو حضرتك اللي ما بتلتزمش، انما الخشونة لها علاج لو مشيت بالترتيب اللي قلنا عليه ده، اللي هو تمارين، تقليل الوزن، تقليل الاملاح، بعد كده يجي الدواء. طيب الدواء بقى عبارة عن ايه؟ عندك جوينتا، ده حبايه في اليوم، ممكن تبدليها بالاكياس زي الدولاجين، زي السي اتش الفا، زي الجونوفيل وومن، كلهم زي بعض. طيب رقم 2، عايزين حاجة مضادة للالتهاب زي الديكلوبرو، زي الاركوكسيا، زي الانسيلا كوكس، زي الريكوكسوبرايت، اي حاجه من دي كلها زي بعضها. طيب تبقى حبايه في اليوم بعد الفطار. طيب بعد كده نزود حاجه تانية مغذيه للاعصاب بتاعه المفصل زي الثيوتاسيد 600 كومباوند او الميلجا ادفانس، كبسوله الصبح وكبسوله بالليل. طيب على حسب بقى هل في التهاب في الاعصاب ولا لا، ممكن نزود كونفنتين او الجابتن، تركيزات بسيطه زي المية، حبايه قبل النوم. في شد في العضلات نزود اي مغنيسيوم، مغنيسيوم بلس كويس قوي، ليميتلس مغنيسيوم، كل دي حاجات كويسه قرص قبل النوم. طيب يبقى ده كده رقم 4 الدواء. اخر حاجه خالص حقن الركبه في الحالات المستعصيه، نحقن العيان. طيب الدرجه اللي بعدها التردد الحراري، وان كان حالاته قليله قوي، وانا بوعدك لو التزمت على الحاجات دي هتلاقي المفصل بيتحسن واحده واحده، بس محتاج منك شويه صبر. تفضل نسبه بسيطه خالص من الحالات المستعصيه لان خلاص المفصل اتعوج، مبقاش بيتفرد، متحسنش مع كل الحاجات دي، ساعتها هو ده اللي محتاج يتغير، ودي نسبة بسيطة أبسط بكتير قوي من اللي بنشوفها بصراحة. الجدع اللي يلتزم. افتكروا دايما إن الأمل موجود. السلام عليكم.